صباح الخير. اللي ما يعرفنيش انا اميره عايشه في كوريا، والنهارده المفروض جاتلي دعوه من السفير المصري اللي في كوريا. طبعا انا اتفاجئت جدا بالدعوه دي، يعني جاتلي على الانستجرام وكده، وكنت طبعا بس اتبسطت جدا ان في تجمعات زي كده ممكن تحصل عامه، او حسيت ان هي ممكن تحصل في المستقبل. فالنهارده get ready with me ان احنا نروح نقابل السفير المصري. يلا معايا. اول حاجه انا هروح اغسل وشي. المهم انا كده غسلت وشي وهحط بقى السكين كير بسرعه. بستخدم ده واللي هو جالي اساسا كجيفت يعني، وده الكريم بتاعه. حباه قوي، خفيف على البشره لان انا بشرتي اساسا حساسه، وبيرطبها كويس جدا وبحس ان انا فريش كده يعني. بعد كده بحط ده الترطيب. حاسه ان هو محتاج يمتص بشرتي شويه. هبدا بالحواجب. بس كده هروح بقى اغير بسرعه جدا علشان مفيش وقت، وهوريكم الاوتفيت. حابه اقول لكم اقول لكم بالنسبه على التوهان اللي انا ببقى فيه وانا كنت راكبه الباص. فافتكرت لما جيت من مصر لكوريا وعملت غلطه، يعني ان احنا المفروض بندوس على الزرار اللي هو معناها ان احنا نازلين the next stop، ان احنا المفروض نازلين يعني المحطه الجايه. وبعد كده انا نسيت اساسا ادوس على الزرار ده، على اساس ان انا هقف بقى واقول له على جنب يا اسطى وكده. ف الراجل طبعا ما وقفش، السواق ما وقفش. ساعتها كنت لابسه ماسكه شنط تقيله قوي، واضطريت ان انا امشي لمده محطه كامله عشان كنت مكسله ان انا استنى التاني. المهم فانا عماله بقى بفكر في كده، وياه الغلطه دي اكيد مش هعملها تاني بقى وكده، ولازم اركز وبتاع. فهو اساسا كان السواق بقى كان واقف في المحطه اللي انا المفروض انزل فيها، وانا عماله بقى سرحانه وبفكر في غلطه الماضي يعني. فلسه كان هيمشي، فانا اسفه انا لازم امشي. اتخنق مني بصراحه، يعني لقيته نظرته كده ليا مخنوقه. هو عنده حق بصراحه. دلوقتي انا بتمشى، فاضل الوقت ده، فاضل بتاع 5 دقايق كده. هي التمشيه كلها 11 دقيقه بس. اشوفكم لما اوصل. مين اللي هتصور الاول؟ انا اتصور. فين موبايلي بقى؟ اهو معايا. مستحيل. في الدول العربية عشان نعلمهم كوري أو كده، فقدرنا نبدأ مشروع. يعني احنا خدنا الاسم أصلا من احنا كنا شغالين بول ذات Arabic، فكنا بنعلم العربية للكوريين، فعملنا اسم المشروع بنفس الطريقة بول ذات كوريا، وبدأنا نعلم العرب. شعورك وانتي رايحه تاكلي اكل مصري؟ يا جماعه ناكل اكل مصري، يلا بينا. بصوا يا جماعه الجمدان، بصي في زلابيا هناك. عارف طبعا زميلتي بتعملها قبل كده.
ليه منها؟ مش شرط منها. اي حد لازم تعرفوا سفرتكم وتيجوا وتقعدوا، يعني تبقى اللي عنده فكره اللي عنده حاجه نعملها. واخد بالك ازاي؟ اهم حاجه في الترجمه او كده انا كنت بشتغل، يعني انا ما كنتش عارفه اتكلم قوي هنا عشان يعني الناس كتير واقفه مستنيه، بس انا يعني كنت بشتغل ساعات في ترجمه سريه مع المركز الثقافي الكوري والسفاره برضه، ترجمت للسفير قبل كده وبتاع. هي ليه كبيره قوي والله يعني طيب هنكلمك بقى كده اعرف حضرتك على سفير الانفورميشن. بالظبط يس نعمل حضرتك برنامج سياحي. ايوه كمان اللي هو يا بنتي المهم احنا دلوقتي كده خلاص يعتبر خلصنا وكلنا وكل حاجة تمام، بس بناخد الصور اللي هي في الأخيرة يعني. هاي يا جماعة، أنا خلصت الميتنج مع السفارة الكورية، السفارة المصرية قصدي، وكان حلو جدا. انا عامه في العاده لا، عشان هو كان اول ميتنج وكده ما كنتش عارفه اصور عشان اخد على الناس الاول اللي انا معاها اللي انا شايفاها لاول مره وكده، فصورت حاجه بسيطه. بس الميتنج كان حلو جدا جدا، تعرفنا على ناس كتير، وان شاء الله في الايام الجايه هتلاقوني بعمل داخله في ايفنتات ليها علاقه بمصر مع السفاره المصريه في كوريا. ودلوقتي انا رايحه عندي ميعاد مع واحده صاحبتي وواحده صاحبتي، فانا دلوقتي رايحه الميعاد الاولاني. هو انا في منطقه دلوقتي اسمها جانجنام، طبعا عارفينها من اوروبا، جانجنام ستايل. بس الجو جميل جدا جدا. الجو الجو مش نقي، يعني الجو فيه غبار ناعم شويه، ولكن الجو جميل من حيث انه مش برد قوي. فانا دلوقتي قربت اوصل، هكمل لكم بقى اليوم.